كان في شاب اسمه ياسين، لقى شقة إيجار قديم في عمارة عتيقة بوسط البلد. سعرها كان يجنن ومساحتها واسعة. صاحب العمارة عم شاكر قال له جملة غريبة وهو بيمضيه العقد: الشقة دي مبروكة يا ابني، بس الأوضة اللي في المنور دي ما تفتحهاش أبدا، سيبها مقفولة ببركتها. ياسين ضحك وقال في باله دي خرافات عواجيز، وخد المفتاح وسكن. بعد أول أسبوع ياسين بدأ يسمع صوت مكنة خياطة شغال طول الليل من الأوضة المقفولة. الفضول أكله وقرر يكسر القفل ويدخل يشوف إيه اللي جوه. الأوضة ما كانش فيها عفش، دي كانت عبارة عن معمل صغير وفي مكنة خياطة قديمة جدا، وجنبها مانيكان لابس فستان فرح مرصع بألماس حقيقي. ياسين اتصدم، الألماس ده تمنه ملايين، إيه اللي جابه هنا؟ وليه صاحب العمارة مخبيه؟ وهو ماسك الفستان النور قطع والباب اتقفل عليه. سمع صوت عم شاكر وهو بيكلم حد بره وبيقوله: الزبون الجديد فتح الأوضة يا باشا، كده لازم نخلص منه زي اللي قبله ونلحق الفستان قبل ما البوليس يشم خبر. ياسين عرف إنه وقع في مغارة علي بابا، وإن عم شاكر شغال في تهريب الألماس عن طريق تخييطه في فساتين أفراح وبيركنها في شقق بيأجرها لناس غلابة عشان يبعد الشبهة عنه. ياسين كان حريف تكنولوجيا، وكان مركب كاميرا مراقبة صغيرة في الصالة بتسجل صوت وصورة ومرتبطة بموبايله لايف. بعت اللينك لصاحبه الضابط، وفي أقل من ساعة كانت الحكومة محاصرة العمارة. عم شاكر اتجاب مكلبش، واكتشفوا إن الشقة دي كانت محطة لعمليات تهريب دولية. ياسين ما كانش مجرد مستأجر، ده كان الصيد اللي قلب الطاولة على الصياد. اكتشفتوا إن الأبواب المقفولة ساعات بتخبي وراها جرايم، والرزق اللي بيجيلك بالرخيص لازم تدفع ثمنه غالي لو ما كنتش صاحي. دي كانت حكاية النهاردة اللي بتعرفك إن مش كل قديم دهب، وفي بيوت جدرانها شايلة أسرار تهدم جبال. استنونا في قصة جديدة بمغامرة تانية من حكاوي مايا.